السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزولفلاون. اليوم نتحدث على موضوع العلاقات الإسبانية المغربية. وكما نعلم جميعنا منذ 7 أبريل في عام 2022 عندما زار الرئيس الإسباني رئيس حكومة إسبانيا المملكة المغربية واجتمع بالملك المغربي محمد السادس، ولقد عقدوا الكثير من الاتفاقات بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بالهجرة والاقتصادية أيضا، وحتى العسكرية بين البلدين بين المملكتين. وبطبيعة الحال الكثير من الصحفيين سواء في المغرب أو في إسبانيا لقد تحدثوا على هذا الموضوع، وتحدثوا على أن العلاقات الإسبانية المغربية لقد فشلت، لأن إسبانيا لا ترغب ب تصدير للمغرب مثلا الصفقات العسكرية أو الاتفاقات حول الصحراء المغربية، وأن هذا القرار التي كان باعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية كصحراء كجزء يتجزأ من المملكة المغربية كان اعترافا فقط من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، وليس بقرار الاجتماع بقرار حكومي بالكامل في إسبانيا، ولا قرار برلماني إسباني. وكما نعلم جميعنا الرئيس للحكومة الإسبانية هو الرئيس القرارات السياسية المهمة في العلاقات الخارجية للدولة. وبطبيعة الحال ما يتعلق بالعلاقات الخارجية أو بالسياسة الخارجية لإسبانيا، فهناك أيضا الملك صاحب الجلالة فيليب السادس اللي هو رئيس الدولة في إسبانيا، وهو المكلف بالعلاقات الاستراتيجية أو بالعلاقات السياسية خارج بلاده. ولهذا الأمر بيدرو سانشيز عندما قرر الاعتراف بالسيادة للمغرب على الصحراء المغربية، فكان قرار سيادي بين الرئيس الحكومة والملك فيليب السادس الإسباني، ولم تكن هناك أي قرار من طرف الحكومة الإسبانية، خاصة الحكومة الوزراء والمنظمات الحكومية، ولا حتى البرلمان الإسباني، لأن البرلمان الإسباني ليس لديه أي تأثير على العلاقة الخارجية لإسبانيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أو بالاعترافات أو بالمصادقات بين الدول، بل أن البرلمان فقط يحاكم دولته وحكومته في إسبانيا وفقط. ولهذا الكثير من الأحزاب والكثير من الجرائد في إسبانيا تحدثوا على هذا الموضوع، وتحدثوا على أن هذا الاعتراف ليس رسمي، بل أن اعتراف بيدرو سانشيز فقط، وليس للحكومة الإسبانية شأنا داخل شأنا في هذا الموضوع. وإن إسبانيا ستبقى على طريقها السابق، اللي هو أنهم يساندون الأمم المتحدة ولا يعترفون بالسيادة للمغرب ولا لبوليزاريو، بل أنهم يساندون الشعب الصحراوي من أجل إقرار مصيره، لأنهم هم يظنون نفسهم أنهم حتى يومنا هذا لازالوا يحكمون في إسبانيا ولا زالوا يستعمرون إسبانيا، لأنهم هم من كانوا آخر دولة استعمارية في شمال إفريقيا، وخاصة في الصحراء المغربية، والمغرب طردهم وأصبح سيدا على هذه الأراضي. طيب، والآن القمة بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية هي قمة سيادية، لأن رئيس حكومة إسبانية وعشرات من الوزراء الإسبان سيزورون المملكة المغربية بين 1 و2 من شهر فبراير أو من شهر جوج. سيزورون المملكة المغربية من أجل تصحيح العلاقات وزيادة العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، خاصة بما يتعلق بالسياسة وبالاستراتيجية، وأيضا بما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري في جميع المجالات، وأيضا في المجال الاقتصادي والمجال المهاجرين الغير الشرعيين التي دائما يحاولون الوصول إلى الحدود سبتة ومليليا، مدينتان مغربيتان تحت الاحتلال الإسباني بالنسبة للمغرب، وبالنسبة لإسبانيا مدينتان إسبانيتان ذو سيادة إسبانية، وإسبانيا لا تتنازل على حقوقها في سبتة ومليليا، وهكذا تقول الحكومة الإسبانية والبرلمان الإسباني والباقي المجتمع الإسباني، فجميعهم متفقون على إسبانيا على أن سبتة ومليليا هم جزء لا يتجزأ من الوحدة الوطنية للمملكة الإسبانية. وبطبيعة الحال في هذه الأيام الأخيرة فنرى أن المغرب لم يبقى يتحدث من الحكومة ولا الوزراء لا يتحدثون على موضوع سبتة ومليليا، بل أنهم تركوا هذا الموضوع جانبا ويتحدثون فقط على العلاقات الجيدة بين البلدين. وأيضا هناك الكثير من الجزر المحتلة بين في المغرب من طرف المملكة الإسبانية، وخاصة في منطقة الريف المغربي في شمال المملكة المغربية بأكملها.
فجميع الجزر محتلة، سبتة ومليليا محتلتان، والحكومة الإسبانية تقول أن هذه الأراضي التي هي تحت السيادة الإسبانية والسيطرة الإسبانية فهم جزء لا يتجزأ ولن يتنازلوا على هذا الموضوع. وموضوع آخر هو الأجواء في الصحراء المغربية. فالأجواء في الصحراء المغربية عندما انسحبت إسبانيا في عام 1975 واسترجع المغرب الأراضي الصحراوية إلى وطنه، فإسبانيا لم تتنازل حتى يومنا هذا على سيادة الأجواء في الصحراء المغربية. فالصحراء المغربية أجواؤها لإسبانيا وأرضها للمغرب، يعني هكذا الآن هذا الموضوع في الصحراء. وحتى أن أمم الأمم المتحدة فالمسؤولة على ما يجري في الأجواء الصحراوية هي إسبانيا وليس المغرب، والمغرب هو مسؤول فقط على ما يجري في الأرض الصحراوية المغربية، وليس مسؤولا على ماذا يطير أو يسقط في السماء الصحراء المغربية. طيب، هذا الاجتماع المهم أعلن عليه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريس من نيامي. أعلن أن سيكون اجتماع يعني رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية، وأيضا أن الاتفاقات التي سيتم يعني توقيعها هي اتفاقات جد مهمة للبلدين، وليس فقط لإسبانيا أو للمغرب بل للبلدين. وهذا سيشمل جميع الاتفاقات التي كانت سابقا وتم يعني لقد انتهت، وأيضا اتفاقات جديدة، ويقول أنها عشرات من الاتفاقات. وأيضا يقول الوزير الخارجية الإسباني أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا في هذه السنة الأخيرة أصبحت علاقة جيدة بين البلدين، وليس علاقات فقط يعني لمصلحة بعض يعني لبعض الأحزاب، بل أن هذه الاتفاقات والاتفاقات التي تم توقيعها في 7 أبريل 2022 هم اتفاقات سيادية للبلدين، وهي في مصلحة الشعب المغربي والشعب الإسباني بامتياز. وخاصة يقول أن العلاقة بين الإسبانيا والمغرب اليوم أصبحت ليس فقط يعني جيدة، بل أنها أكثر من جيدة، وأنها علاقة تاريخية وعلاقة في أحسن مستوى بين البلدين، وخاصة في المجال التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وخاصة منذ إعلان الجزائر قطع علاقتها مع المملكة الإسبانية دبلوماسيا واقتصاديا. ومنذ ذلك الوقت إسبانيا يعني تشتغل بكل قوة لحتى أن تكون لديها علاقة مع المغرب في جميع الأشياء، سواء عسكرية، أمنية، اقتصادية، والكثير من الأشياء أخرى. ويقول أيضا الوزير الخارجية الإسباني أن المهاجرين الغير الشرعيين التي كانوا يصلون إلى إسبانيا لقد نزل عددهم إلى 26% من التي كانوا يصلون إلى الأراضي الإسبانية سابقا، وهذا يرونه يعني نتيجة جيدة بين البلدين. وأيضا يقول أن الاقتصاد بين البلد المغرب وإسبانيا لقد زاد هذا الرقم 30%، وهذا مستوى جيد. ونحن نعلم أيضا أن إسبانيا هي الصديق الاقتصادي للمغرب في الاتحاد الأوروبي، هي الصديق الأول اقتصاديا للمغرب في الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت المغرب هو الصديق الأول في إفريقيا، أو يعني نعم الصديق الأول في إفريقيا لإسبانيا فيما يتعلق بالتجارة. فعدد يعني المال التي يتم يعني تبادله بين البلدين يتفوق على 8 ملايير أورو، وهذا العدد هو جد كبير بين بلد إفريقي وبلد أوروبي. يعني هذا فقط بين إسبانيا والمغرب، بدون يعني أن نحتسب الباقي الأرقام العديدة بين المغرب والباقي الدول الأوروبية. يعني الشريك الأول للاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد وخارج ما يتعلق بالدول الغربية فهو المغرب، اللي هو شريك الاقتصاد الرقم 1 خارج الاتحاد الأوروبي للاتحاد وللبلدان الأوروبية أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في اللون، ننهي هنا هذا الفيديو.